اهلا بيكم في الفيديو اللي هيغير تفكيرك عن السكر ومقاومة الانسولين. لو بتعاني من ارهاق، جوع طول الوقت، او وزنك بيزيد رغم انك مش بتاكل كتير، يبقى لازم تكمل الفيديو ده للاخر. انا محمد ابو شنب، اخصائي تغذية علاجية ورياضية، وبشتغل مع ناس على تحسين صحتهم والتغلب على مشاكل زي مقاومة الانسولين والسمنة والسكري من غير حرمان ولا تعقيد. هدف اساعدك تاكل صح، تعيش بصحة، وتوصل لهدفك بطريقة علمية وسهلة. السكري نوعين، النوع الأول بيكون الجسم مش بينتج أنسولين، والنوع التاني بيكون الجسم مش قادر يستخدم الأنسولين كويس، وده بيسبب مقاومة الأنسولين. يعني الأنسولين موجود بس الجسم مش سامع له. الدراسات بتقول إن تغيير نظامك الغذائي ممكن يقلل السكر ويرجع حساسية الجسم للأنسولين. يعني الموضوع مش وراثة بس، لا، أكلك بيأثر بنسبة كبيرة. طب يعني إيه مقاومة أنسولين؟ مقاومة الأنسولين دي معناها إن الجسم محتاج يفرز كميات أكتر من الأنسولين عشان يدخل السكر للخلايا، وده بيزود الوزن والتعب والجوع طول الوقت. وأكبر عامل بيرفع السكر هو الكربوهيدرات السريعة زي العيش الأبيض والسكر والعصاير. كل دي بتخلي الجلوكوز يطلع بسرعة والأنسولين يطلع وراه بسرعة، وده بيهلك الجسم. طب لو أنا عايز أقلل الأنسولين، 1. قلل الأكل بين الوجبات، خليك على 2 ل 3 وجبات بس. 2. قلل النشويات. 3. زود الخضار والبروتين. لما الجلوكوز ما يطلعش بسرعة، الانسولين كمان ما يعلاش، وساعتها جسمك بيشتغل طبيعي ويحرق دهون ويقلل الالتهابات. نصايحي ليك: ابدأ فطارك بروتين، وكل طبقك بالترتيب، خضار، بروتين، نشويات، وامشي بعد الاكل 10 دقايق. دي حاجات بسيطة بس هتفرق معاك كتير. كمان لو عندك اعراض زي العطش او التبول الكتير او التعب، اعمل تحليل سكر تراكمي. كمان ممكن تستخدم نظام الصيام المتقطع، وتقلل نشويات، وتنام كويس، والحركة طبعا يوميا دي مهمة جدا. دي اهم خطوات ممكن ترجع حساسية الجسم الانسولين تاني. في ناس رجعت سكرها طبيعي من غير ادوية. العلم بيأكد انك تقدر تعكس النوع التاني من السكري عن طريق الاكل والحركة. نام بدري، اشرب مية، قلل الضغط العصبي والستريس. جسمك مش مكنة، اديله راحة وهيشتغل صح. ناس كتير جربت النصايح دي وسكرهم اتحسن ووزنهم قل ومبقوش محتاجين ادوية. عارف ان في مصر بس اكتر من 11 مليون شخص مصاب بمرض السكر؟ وعلى مستوى العالم العدد عدى ال 500 مليون، ويتوقعوا انه يوصل ل 700 مليون في السنين اللي جاية. يعني كل بيت تقريبا في حد بيعاني. بس الخبر الحلو، النوع التاني من السكر ممكن نرجعه ونقلل خطره جدا بالاكل الصح والحركة وتنظيم نمط حياتك اللي هي لايف ستايل يعني. عشان كده ما تستناش لما الامور تسوء، ابدأ من النهاردة حتى لو بخطوة بسيطة. ولو محتاج مساعدة، انا معاك خطوة بخطوة بخطة علاجية وعلاج مناسب جدا ليك. ولو استفدت من الفيديو، اعمل لي لايك وشاركه مع حد يهمك امره، واشترك في القناة عشان يوصلك الفيديوهات اللي جاية، وكلها هتفيدك وتحفزك وتغير حياتك للأفضل. دمتم بصحة.